وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر. فيلمنا بيبدأ بمدينة في نيويورك في حي بروكلين، وبعد كده بيظهر لينا اتنين واقفين في معرض بيتفرجوا على صور أثرية واسمهم توماس ونيلي. ونيلي بتقول لتوماس ان هي هتسيبه وتسافر علشان هتروح تدرس منحة دراسية في بلد تانية، وبتقوله انها مش هينفع تكمل معاه، لكن هو بيتضايق من كلامها وبيسيبها ويمشي لوحده وبيروح بيته وبيبص في صندوق البريد بتاعه وبيتكلم معاه جاره وبيعرفه بنفسه. هو بيقوله ان اسمه جوليان وبيقول لتوماس قولي ايه اللي مضايقك، اكيد حد من الشغل مضايقك، لكن توماس بيرد عليه ويقوله لا. فبيسأله تاني ويقوله طب اسمها ايه البنت اللي ضايقتك، فتوماس ما بيردش عليه، لكن جوليان بيقوله لو حابب نتكلم مع بعض انا ما عنديش اي مانع، لكن توماس بيسيبه ويطلع شقته. وبيروح توماس لجوليان جاره ويقعد معاه ويحكي له على كل اللي حصل مع نيلي، وجوليان بيقوله على حل، لكن توماس ما بيكونش فاهم منه اي حاجه. وبيروح توماس يتغدى مع عيلته، واثناء ما هو قاعد بيتغدى ابوه بيقعد يتكلم معاه ويقوله ان هو مش لاقي شغل بالرغم ان هو شاطر، لكن مش لاقي مكان مناسب، وبيقعد يتحايل على توماس انه يقدم في اي فرصه يلاقيها، لكن توماس بيرفض وبيكون رافض اي شغل. وبنشوف بعد كده توماس وهو قاعد مع نيلي في المطعم، وبيشوف ابوه في المطعم ومعاه موزه جامده داخله معاه، وبنعرف ان اسمها جومانا. وتوماس لما بيرجع البيت مع نيلي بيكون متعصب جدا، ونيلي بتحاول تهديه وتتكلم معاه وتهون عليه، لكن ما بيبقاش مفيش اي فايده. وبيروح توماس تاني يوم يتكلم مع ابوه، لكن برضه ابوه بيفتحه في موضوع الشغل. وبعد كده بيروح توماس يتكلم مع جوليان زي عادته، لكن برضه جوليان ما بيدوش اي حاجه مفيده وما بيفيدوش خالص. وبعد كده توماس بيقرر انه يراقب الست اللي كانت مع ابوه ويمشي وراها، وبيركب وراها المترو، ولما بينزلوا بيحاول يخليها تقف وتتكلم معاه، لكن جومانا اصلا بتكون عارفه انه مراقبها في كل خطواتها، وعارفه كمان انه يكون ابن الراجل اللي بتقعد معاه. ولما بيقعدوا مع بعض بتقوله بصراحه انها عارفه ان هو عاوز يعمل معاها زبادي خلاط، لكن هو بينكر، بس هي بتقوله انه عايز بس خايف. لكن توماس بيرد عليها وبيقول لها انه عاوزها تبعد عن ابوه. ولما توماس بيروح البيت بيتضايق من العصبيه اللي والدته دايما بتكون فيها. وبعد كده توماس بيروح حفله مع نيلي وبيسلم على واحد صاحبه هناك، وبتكون جومانا موجوده في الحفله، وبيقعدوا طول الوقت يتبادلوا النظرات، وبيروح يتكلم مع جومانا شويه، وبيروحوا في مكان هادي ويعملوا واحد زبادي خلاط. ولما بيرجع توماس بتساله نيلي كنت فين، فبيقول لها انا كنت في الحمام. والايام بتعدي والعلاقه ما بين توماس وجومانا بتتطور اكتر، وبيروح توماس يستناها عند بيتها كل يوم ويعملوا وبسبب علاقته بجومانا شغفه في الكتابة بيقل والتأليف، وبيرجع تاني للناس. وبيشوف جوليان كل اللي توماس كتبه، لكن بيقوله انت فنان موهوب وهيبقى ليك مستقبل باهر. وبعد كده توماس بيروح لابوه في المكتب بتاعه، لكن ابوه بيلومه علشان مراحش الانترفيو بتاع الوظيفة اللي كان جايبها له، وبيعرض على توماس شغل في الشركة بتاعته، لكن توماس بيرفض. ولما توماس بيرجع بيت جوليان لكن مش بيلاقي جوليان موجود هناك، وبيلاقي كتاب اسمه الولد الوحيد اللي عايش في نيويورك. ساعتها توماس بيعرف ان جاره بيبقى كاتب مشهور. وبعد كده بيطلع توماس بره وبيلاقي جوليان قاعد وبيشرب سيجاره، وبيقعد يتكلم معاه شويه. وبعد تاني يوم بيروح توماس لبيت جومانا لكن مش بيلاقيها هناك. ولما بيخرج في المدينه بيشوف جومانا وهي خارجه مع ابوه وقاعدين مع بعض جوه كافيه، وهو بيضايق جدا لما بيشوفها مع ابوه. وتاني يوم توماس بيروح لها ويعمل معاها زبادي خلاط، وبيطلب منها انها لازم تبعد عن ابوه، وهي بتقتنع بكلامه. وبنشوف توماس وهو قاعد مع ابوه على العشاء وبيسمع جومانا وهي بتتكلم مع ابوه علشان تنهي علاقتها مع ابوه، وبيبقى واضح ان ابو توماس متضايق، لكن توماس بيكون مبسوط جدا. وبعد كده توماس بيعزم جومانا على الحفله اللي عاملها ابوه، وبتروح جومانا الحفله. ولما ابو توماس يحاول انه يتكلم مع جومانا، جومانا بتسيبه وبتمشي لانها انهت علاقتها معاه. وبعدها بتطلع جومانا وتتكلم مع توماس وتقوله انها لازم يبعدوا عن بعض وينهوا علاقتهم، لكن توماس بيرفض وبيقرر انه لازم يقول لابوه على اللي حصل. وبنشوف نيلي وهي رايحه تقول ليه انها سابت المنحه الدراسيه علشان خاطر، لكن هو بيقول لها انه متعلق بجومانا وبيحبها. وساعتها نيلي تتعصب وبيروح توماس لابوه علشان يقول له على علاقته بجومانا، لكن ابوه بيتعصب عليه. لكن جومانا بتيجي عليهم وبتديله صوره ليه وهو صغير، وبيكون جوليان موجود في الصوره. فبيروح توماس يسأل جوليان، فبيعرف منه انه كان بيحب امه زمان، وبيقرر توماس انه يرجع شملهم مرة تانية. وبعد مرور سنة من الوقت تقريبا جوليان كان عامل حفلة علشان استخراج اول كتاب ليه، وكان معاه توماس وجومانا، وهو بيخلص الفيلم على كده.